السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الplug valve. طيب إحنا الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا على الكلام اللي هو الله أكبر ده كله، بداية بالpurpose بتاع البلوف ونهاية بالbutterfly valve. إن شاء الله النهارده هنتكلم على الplug valve. ده الشكل بتاع الplug valve وهو بيفكرنا شوية بالشكل بتاع الball valve. هو إيه الفرق ما بينهم؟ هو الفرق ما بينهم بس في الشكل بتاع الديسك، إنما كل حاجة typical. الشكل بتاع الديسك في حالة الball valve بيكون عبارة عن زي كورة كده أو بلية مخرومة من النص، إنما هنا لأ، هو عبارة عن زي سلندر كده. ماشي. السلندر دي برضو بتكون مخرومة من النص بتعدي الفلو. طب خلينا كده نشوف فيديو بيوضح لنا الموضوع ده بيتم ازاي. ده عندنا نوع من انواع البلاج فالف. زي ما احنا شايفين ده الانترنالز بتاعته، بيقول لك ان هو يعني بيتكون ازاي وكده. ده الجزء اللي فوق اللي هو الباكنج او الستافنج بوكس اللي هو موجود هنا ده. زي ما احنا شايفين دلوقتي المفروض ان دي الماسوره، وهو ملحوم او محطوط بفلنشات من الماسوره دي ما بين الماسوره دي. المفروض ان الميه هتعدي من الشمال لغايه اليمين. طبعا دلوقتي الفتحه هي باينه قدامي كده عموديه على الفلو، ساعتها هو في الحاله دي الجزء اللي هو مقابل الفلو اللي هو على الشمال ده او على اليمين ده هو عباره عن حيطه سد، فساعتها الميه دي مش هتعرف انها تعدي زي ما احنا شايفين. ولكن لما هبدا ان انا هلف في الطاره، ساعتها الفتحه دي هتبدا انها تلف، فالميه هتبدا انها تتحرك. كده انا عزلت تاني. ده باختصار شديد البلاج فالف بيشتغل ازاي. نفس الفكره بالظبط بتاعه البول فالف. زي ما احنا شايفين ده شكل تاني للبلاج فالف، شكل 2 دي، وده برضو شكل على ارض الواقع للبلاج فالف شكله عامل ازاي. طب هو ايه الاستخدام بتاعه؟ هو برضو كويك اوبننج، يعني عن طريق ربع لفه زي الباتر فلاي فالف وزي البول فالف، بيبدا ان هو يشتغل معاك ربع لفة بس كفيلة إنها تفتحه بنسبة 100%. طب إيه الديزاين بتاعه وإيه الفانكشن بتاعته؟ هو متسمي بلاج لأن هو شكله شبه البلاجاية أو السدادة. طيب هو بيستخدم عشان أعمل ريجوليشن في فلو، بيستخدم إن أنا أعمل كده. تمام. ولكن هو ليه very little restriction to flow. ماشي. يعني يفضل ان انا استخدمه ان انا اعمل اون واوف، ولكن لو استخدمته في الثروتلينج هو لا بأس به، ولكن لا يفضل. اللي يفضل في الموضوع بتاع الثروتلينج هو الجلوب فالف. ماشي. طيب وبعد كده بيقول لك عن طريق ان انت بتلففه ربع لفه، فهو في الحاله دي هيكون فاتح بنسبه 100%. الاوبننج ميكانيزم بتاعه بيقول لك ان انت عندك في حاله الكلوزد بوزيشن، ساعتها الجزء اللي هو المفتوح ده هيكون عمودي على الفلو، هيكون باين قدامي هنا كده. طب ساعتها لو انت في حاله الاوبن بوزيشن، ساعتها الفتحه دي هتكون موازيه، المحور بتاعها موازي للاتجاه بتاع الفلو نفسه او الفلو في البايبس اللي موجوده هنا. يبقى البلاج فالف ديزاين دوت متصمم على ايه؟ بيتصمم مثلا لو انا بستخدم لو بريشر سيتويشن، مش عاوز ضغوط عاليه قوي. باستخدم فيه الجاز مثلا بايبنج، بنقل فيه غاز بيعدي من هنا مثلا على الناحيه الثانيه. ماشي. في السلاري واللوبريكيشن لو انا عندي مثلا زيوت تشحيم او زي خرسانه كده، او اللي هي المواد التقيله تبقى تقيله شويه، ممكن استخدمها برضو اعديها في البلاك فالف. مش هيقفل لي الدنيا مثلا او هيسد لي الدنيا، لا. بيستخدم في الاون والاوف سيرفيس زي ما احنا قلنا قبل كده. ما بيستخدمش او في الريستريكشن. هو ممكن يستخدم ولكن لا يفضل. يستخدم في اللو تمبريتشر سيرفيس، درجات الحراره بتكون قليله. بيقول لك لما بيتعرض بشكل كبير لاون والاوف ممكن يعمل دامج للسيت نفسه. السيت نفسه اللي هو الجزء اللي هو ايه الديسك مريح عليه ده، ممكن مع الحركه الكتير يبدا ان هو يتاكل. ماشي. بيقول لك برضه في درجات الحراره القليله السيت ده بيكون مصنوع من البلاستيك او محطوط عليه ماده كده ايه متغطي بيها.
في حالة إن أنت لو استخدمته في درجات الحرارة عالية، الرابر أو البلاستيك أو الكاوتش اللي هو موجود هنا اللي هو بيكوّن السيت نفسه هيبدأ إن هو يتاكل، وهيبدأ بعد كده إن هو يبوظ، وساعتها البلف في الحالة دي هيكون باصِج. يعني أنت قافله بنسبة 100% ولكن هو برضه لسه معدّي لك flow. يبقى باختصار شديد أنا دلوقتي عندي ده البلف بتاعي بيعدّي الflow من الفتحة دي من هنا مثلًا لغاية هنا. طيب كصيانة، برنامج صيانة مثلًا للplug valve بيقول لك إن أنت محتاج إن أنت تعمل له صيانة بشكل دوري، محتاج تعرف المشاكل اللي فيه عاملة إزاي، محتاج طبعًا تعمل له lubrication زي تزييت أو تشحيم للمنطقة ديّة، الbacking نفسه، الstem نفسه، إيه اللي موجود عليه وهكذا. وده طبعًا بيطوّل من فترة عمر الplug valve نفسه، ماشي؟ طيب إيه تاني؟ الthrottling caution بيقول لك يُفضّل إن أنت ما تستخدموش في الthrottling، لإن الthrottling ممكن يبدأ إن هو يعمل wear أو تآكل في الbody نفسه من جوّه، سواء الديسك نفسه أو الseat اللي هو موجود تحت ده، وده بينعكس على الseal اللي هو بيعمله. يعني أنت لمّا هتيجي تقفله بعد كده لو أنت كنت بتستخدمه إن أنت تعمل throttling في الflow، لو أنت بعد كده ابتديت إن أنت تقفله هتلاقيه برضه لسه معدّي لك شوية flow، لإن هو خلاص اتاكل من جوّه أصلًا. طب درجات الحرارة بيقول لك إن هو آخره يستحمل درجة حرارة تقريبًا 250 سيليزيوس أو 480 فهرنهايت. ساعتها في الحالة دي عند درجات الحرارة عالية كمان أنت محتاج إن أنت كل شوية تزيل الشحم اللي موجود عليه وتبدأ إن أنت تستبدله، لإن الشحم في الحالة دي بيحصل له degradation ويبدأ إن هو يبوظ. فأنت في الحالة دي عشان البلف ما يقفش نفسه، فأنت في الحالة دي محتاج إن أنت كل شوية تزود له شحم أو زيت مثلًا. طيب إحنا كده المفروض خلّصنا الجزء بتاع الblood valve، ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.